السلام عليكم. النهارده معانا ايه؟ محشي كده، بتنجان وفلفل وكوسه. والفلفل البلدي ده يا جماعه يعني ربنا يديها الصحه، والدتي هي اللي بتقعد تحشيه. بصراحه انا ما عنديش خلق للكلام ده. زي ما انت شايفه كده، دي لحمه معايا، طبعا حطيتها على النار. دي كانت في الفريزر. ده ايه؟ بحط لها ورق لورا، طماطمايه، بصلايه، جزرايه بس. بسيبها بقى ايه تستوي براحتها من غير ملح خالص، علشان اصلا الملح بيأجل سوى اللحمه. ولما تكوني مستعجله على سوى اللحمه حط لها 3 نقات بلح، بيسرع معاكي السوا وما شاء الله بتبقى جميل. هنا كده ايه، دي اللحمه بتاعتي هسيبها تستوي براحتها. هنخش بقى ايه على البصلايه، ضربناها في الكفه في الكبه قصدي. شويه بصل كده مخرطاهم، او انتي على ايدك بقى في الكبه براحتك. هنعمل ايه؟ تغدية المحشي مفيش اسرع منها بصراحة، ما شاء الله يعني كانت جميلة وتحفة. هنا كده البصلاية بحط لها زيت عادي، ولا بقى سمنة ولا دهون ولا الكلام ده. ودي طماطم عندي فريش، خلطتها في الخلاط وايه، وهسيبها بقى كده تتسبك. طبعا بقى ايه، بقلبها على طول علشان لو ايه في حاجة مثلا يعني الطماطم ما تلزق في قعر الحلة، لا مش ما تتحرقش يعني او ما تشطش. هنا كده بعد ما اتسبكت، بصوا ما شاء الله كانت زي الفل. هنا بصوا تعرفوا ان هي اتسبكت ازاي؟ لما تلاقيها بتبقبق كده والزيت اللي فيها طلع على الوش. ده رز، كمون، والتغذية بتاعتي. هقلب ده كله واحط ملح عليها. احنا بنقلب خلطة المحشي على النار، وفي ناس بتعملها على البارد، وده شوية فلفل اسمر يعني عادي. دي حرية شخصية، وكل شيخ وليه طريقته في اكله. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة، لسعادة أكبر على قلوبكم. ورجعنا كده نشوح الرز بتاعنا عشان نصفي ميته. ورجعنا كده بقى ايه، هنحط الخضرة بتاعتنا، بيبقى شبت وبقدونس. في ناس بتحب الكزبرة، احنا بنستغنى عنها خالص في المحشي بتاعنا، مش بنحبها. بصوا، هنعبي بقى الفلفل بتاعنا زي ما انت شايفة كده. ده يعني انا مش هعبي طبعا الكمية كلها في الفيديو، بس بتسيبي بس ايه حتة ناقصة، لان الرز بتاعنا لما بيستوي بيزيد. فانتي طبعا بتسيبي حتة ناقصة اللي هي ايه بتاعت زيادان الايه المحشي، الرز لما يستوي في المحشي. وهعبي البتنجانية القطقوطة دي كده معايا، صغنطوطة وعسولة. بصوا مش بعبي كله، مش بملاه كله على الاخر، بسيب منه حتة ايه فاضية، علشان لما الرز لما هو يستوي الرز هيزيد، فالزيادة بتاعت الرز ما يبقاش الصباع المحشي مكتوم. ما بيبقاش طعمه حلو بصراحة، بيبقى مكتوم كده وما بيبقاش يعني جوسي كده، لا بيبقى مكتوم كده، مبقاش بصراحة، ما بيعجبنيش. هنا كده بصوا، اهم حاجة بصوا بقى الفلفل ده بقى. انا قطعت واحد بصراحة لاني ما عنديش خلق لتعبيته، لاني بصوا والدتي اصلا بتعبيه بالمقوار كده، او بالمنخاب يعني زي ما انتم ما بتسموه. فهنا بصوا كده بعد المحشي بتاعنا ما حشيناه كله، والفلفل ده بقى ايه صعب قوي. هو حلو في اكله بصراحه لكن رخم قوي في حشوه. وهنا المحشي بتاعنا كله اتحشى واتظبط. هنسقيه بقى ايه بالشوربه بتاعت اللحمه دي. بصوا اللحمه بتاعتي هنا بقت زي الفل. طبعا انا حطيت لها ملح، بحط لها ملح. وبصراحه يعني مش بحط فلفل اسمر في الشوربه، عشان كل ما بتغلي الشوربه بتغمق معايا، فبحط ملحانه بقى. بس بسقي المحشي لحد ايه ما يعني لحد قبل الحله ما تتملي بشويه، لان البتنجان والفلفل والكوسه بينزل ايه نسبه ميه، بيكمل سواه يعني. وبصراحه الشوربه اللي هي بتنزل من المحشي ده احنا بنرميهاش، احنا بنحبها بنحطها في طبق وبنشربها كده مع المحشي، بتبقى جميله. وكده بصوا الملوخيه بتاعتنا الحلوه، والدتي بصراحه هي اللي بتخرطها. طبعا بنقرطفها وبنغسلها وبننشفها وبنحطها تتهوى. اصلا الملوخيه دي بنت اللذينه، حوارها حوار. بصوا هنخرطها بقى واوريها لكم بعد ما تتخرط بالشكل الجميل ده. في ناس بتحط الملوخيه في الكبه، انا ضد موضوع الكبه لان ما بتبقاش احسن حاجه. ما بصراحه ما بتعجبنيش طعمها، بصراحه ما عجبتنيش. حسيت ان هي ليها غضه كده مش عارفه ليه. دي طبعا شوربه، وده تومه في معلقه سمنه بلدي كده. بصوا بحط التوم، بحط الملوخيه على حسب شويه الشوربه اللي قدامي.
آه يعني على حسب سمكها، في ناس بتحبها خفيفة أوي، في ناس بتحبها تقيلة أوي. احنا بنحب المتوسطة، يعني ولا تقيلة ولا خفيفة، متوسطة. وهنا كده خلاص هطش الملوخية بتاعتي. في بقى ناس بتشهقها وناس وبنسمع بقى ايه شهقة الملوخية، لا ما عنديش الحوارات دي، عادي يعني، عادي يعني، مش فارقة معايا كتير. مش بحسها بتعمل حاجة. ايه شهقتي عم ملوخية؟ لا انا مش عارفة بيشهقوا ولا ما بيشهقوش. بصوا هنا كده بتاعتي خلاص، هطش الملوخية بتاعتي، طفيت بصوا، هطفي عليها بس كده. طشتها بقت زي الفل، بألف هنا والشفا لكل اللي كان منها. كانت ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفة. عفوا. ده بقى ايه المحشي بتاعي. بصوا غرفت المحشي، ملوخية. دي شوربة المحشي اللي قلتلكوا عليها. دي اللحمة بتاعتي استوت زي الفل، دايبة دوب كده. واقول لكم انتظروني في فيديو جديد، مع السلامة.